لي فترة أفكر في السالفة. إذا كانت الألعاب فيها أرقام سرية تعطيك موارد غير محدودة أو حظ أو فلوس أو صحة وهلم جرة، ليش الحياة ما فيها بعد أرقام سرية تعطيك موارد غير محدودة، حظ غير محدود، فلوس غير محدودة، صحة غير محدودة وانت ماشي؟ لأن أنا أشوف بشكل عام يا أخي في ناس موفقة بشكل غير طبيعي. في واحد من إخواني أتوقع لو يسلمونه مشروع المترو الرياضي يمكن يخلص بشهرين. مبروك، وين ما يروح مبروك جدا. أشياء ومعاملات ما تمشي في الوضع الطبيعي معاه ماشي عادي، تمشي وتطلع. كم أنت إنسان طبيعي خلاص تجلس معك شهرين ثلاثة. هو لا، يوم يومين ومخلصين ولا يحبون الراس، أهلا تفضل، مع أنك تبتسم وتسوي نفس التكتيك اللي هو يسويه، ومع ذلك تمشي معاه. وأنت أكيد شفتها في ناس بحياتك تلقاهم مثلا موظفين معاك، ممكن أنت وين ما تلقاها ما هي ماشية معه صح، بينما واحد يسوي نفس اللي تسويه أنت ويسويه ذا وماشي معاه. يعني مسألة مهب تكتيكيا، مهب أداء، وانت تشوف بعينك ناس تجي على الوقت تطلع على الوقت ومكروها مي ماشية صح، مع انه ما بدر منه شيء، وناس لا، غريبين. انا اتوقع ان في سر، في رقم سري، في شيء. المهم اني انا بحثت الموضوع كثير، افكر فيه كثير، ما لقيت حاجة حقيقية اعتمد عليها الين وصلت لحاجة واحدة، اللي هي اعتقد ان في شيء مركب جوا صح. ليه؟ لانك اكيد لاحظت ان في ناس ما تبلعهم مع انه ما بدر منه ولا شيء، ما تكلم ولا قال حاجة غلط، بالعكس كلامه زين، بس ما تحبه او ما ترتاح له. معناته في شيء جوا هذا الانسان منعكس برا بطريقة او باخرى، او له ترددات معينة قاعدة توصل لك من غير ما تنتبه. والامثلة مثلا كثيرة، لما في واحد جنبك يفكر في اغنية تغنيها انت، او يخطر على بالك شيء ويصير، معناته في شيء، يعني في حاجة ما نشوفها بعيوننا أكيد قاعدة تصير. لما واحد يفكر في فكرة وتقولها أنت، أو أنت تفكر في فكرة أو تفكر في أغنية وغيرك يقولها، وكأننا زي ما تقول محطات إرسال مخفية لنا شيء معين يوصل للناس. أنا أتوقع أن مثل هذه الأشياء أنها هي الشفرة الأساسية. يعني الناس المبروكين في شفرة موجودة داخله ماشية معاه صح، اللي ماليا ماشيين صح، تجاريا ماشيين صح، اجتماعيا ماشيين صح، لهم نبضات معينة، ترددات معينة، هي اللي أتوقع فرقة في حياتهم. أنا على مستواي الشخصي أتذكر كنت دائما يمسكوني مرور، شرطة مرور دائما يمسكوني، ما أنا مو بسيدة اللي بعد السيدة، ما دائما يمسكوني. إلين مرة من المرات قلت يا أخوي أنا زهقت، قمت أفكر، قلت أنت وش فيك أصلا؟ اترك منهم يمسكون ولا ما يمسكونك، أنت وراك من يوم ما تشوفه وأنت من جوا تقول الله، من جوا تضايق، يعني عرفت اللي كارههم. لا من وصلت تفضل وقف، ما عندي شيء. من بعدين عادي، يعني يوم كبرت شوي كذا بديت أفكر، بديت أرحمهم. يوم بديت أرحمهم يعني أقدر وضعهم، يعني ناس واقفة في الشمس عند نقطة تفتيش ولا كمين، ولا يعني علشان يتبلاك، مو إلا عشان يغثك، عشان يأكل عياله يا رجال. يعني بديت أستشعر إنه زي اللي يا أخي ترى أنا ممكن أكون في مكانه، أنا ممكن أكون موظف بهالطريقة، واقف تصقعني الشمس، وقف، فطبيعي إني أكون لا يعني ماني في مزاجي العالي. فبديت أستشعر من جوا إنه يا أخي والله الله يعينه، والله إنهم، بديت لا إرادي طبعا بديت أقول أخي والله العظيم إن يا أخي يرحمون بأمانة يعني، ويقدرون على عملهم. من يوم ما بديت أستشعر هالشيء ذا ما عاد أحد صار يوقفني، وحتى لما يوقفني بأدب ويمشيني على طول، وكأن السيناريو كامل تغير من مشاكل ووقوف وأخذ وعطاء إلى شيء سهل جدا. فأنا أتوقع اللي تغير هو شعوري من جوا تجاههم، وبالتالي صار على الأقل لما يشوفني ما يحس بالكره، لأني أنا كنت من جوا ماني مبسوط، يعني قاعد أصلا مو بنتم نرسل أغاني لبعض نفكر بأغنية، أنا أفكر في العال لهم، فطبيعي يعني. هذا بأمانة اللي وصلت له إلى الآن. اجتماعيا
وقد قلت لكم أنا سويت تجربة مفتي، ولو تجربونها بتنتبهون. إذا جلست مع أحد امدحه من جوا من غير ما تتكلم معاه وشوف شو يصير. امدحه بصدق، يعني شوف أشياء إيجابية مثلا فيه، يعني قول ما شاء الله مرتب، إذا كان لابس زين مرتب ما شاء الله في قلبك ما شاء الله والله الترتيب، وشوف بنفسك شوف. أو ما شاء الله إذا كان صوته زين مثلا، أثن على هذا الموضوع في داخلك وانت تطالع فيه وتسولفون عادي، بس كل ما بين فترة وفترة قل الكلام هذا من قلبك، يعني زي اللي أخي ما شاء الله عليه والله صوته مرة حلو ما شاء الله تبارك الله كذا، يعني في داخلك. وشوف انعكاسها عليه، وبتصدقني وقتها أنه في شيء غريب، في تفاعل غريب يصير بينك وبين هذا الشخص تحديدا. وقد قلت لكم عن تجربتين سبق وسويتها، اللي هي كنت أسب واحد من أخوياي من غير ما أتكلم معاه، وناديته فقط، ناديته محمد، قال ها وش تبي؟ كان زعلان مرة، مع أن ما كان موقف أساسا في زعل، كنا مسافرين ومبسوطين مفترض. ومدرسي في الجامعة كنت أثني عليه، أقول في قلبي يا أخي ما شاء الله تبارك الرحمن، إنسان فاهم واعي كذا، أقول في قلبي. في نهاية النقاش قلت له ثانك يو سير، الطمر ويسلم علي بحرارة حتى هو استغربها. فدريت من بعدها أن في شيء غريب، بديت أستعملها بشكل متكرر ترى، وجربوها وتشوفون. أعتقد أن هذا جزء من الشفرة، بس باقي الحين على شفرة الفلوس وشفرة الحظ وشفرة الصحة وانت ماشي.